من أفخم المطاعم اللي بتقدم أكل عراقي في كل الإمارات. شوف لي شو على الآن هون، عليك أن تزور، عليك يعني يو ماست أن تزور المشاوي العراقية. يا يما شو هالدولمة هاي، ريحة الخبز مع التأمير اللي فيه بتشق القلب. ما راح أجيب لكم خصم لأنه أسعاره حرام أوريدي حلو. يا سافي على صحن هالدول ما يخلص. قالوا لي إذا بدك تحكي في الأكل العراقي لازم تجرب القوزي، القوزي وليس الأوزي. أو با 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 با. فهي هي اليابسة وهي البيبسي. بس خلينا نشيل. شو هي دايبة ذوبان هاي العادة. أتوقع بكل الشارقة عبينا حالنا. اللحم حرفيا مهتري هري. واحد هيك لازم يعمل بياكل لقمة هيك. خلصنا الصحن ولسه ما جربنا البيبسي. مثل الباذنجان. سافي علي اخر لقمة. تعرفوا الخبز العراقي بيطلع عندنا فريش. خليني اخذ خبز التنور لانه جبنا الكباب العراقي، واللي ما بيعرف الكباب العراقي راحت نص عمره. ربكم شوفوا لي على هالنغنغه والسقسقه. هل بيستاهل المشاوي العراقيه الموجوده بمويرح انه يتوج بافضل مطعم من المأكولات العراقيه في الشارقه، ولا برايكم في احسن منه؟ ما بقى تصبح عيوني على قد ما هو طيب. الكباب العراقي حرفيا انا انبسطت فيه اكثر من الدولمه. هاي بس جيتوا لعنده ترى ما بتاكلوها، بتخلوا لي اياها هذه وانا دليتكم على المطعم. بدنا نحط اخر واحد كباب، البقدونسات، البندوره والبصل، وهلا بنلفها هيك. اللي يفكر انه المشاوي العراقيه مثل بقيه المشاوي غلطان. طبعا ما بصير ناكل اكل عراقي وما نعدي على قص اللحم. انظروا الى هذا القص ايها الساده، بسم الله. انا ضايق كثير قصوص بس مثل هذا القاص ما في. والمخلل اللي بسموه عندهم طرشي. لازم تختموا الاكل بالشاي العراقي. بسم الله. الله، انسى معلم، بيغسل لك كل الدهون والزفر، بتروح بتدخل في وجبات جديده. هذا كان فيديو اليوم، دليتكم على افضل المطاعم العراقيه اللي انا بعرفها على مستوى الامارات. ان شاء الله كمان تشوفون الفيديو كالعاده. يا ساده الصلاه على الحبيب تجلب السعاده.